وصفة النهاردة هي الفراخ الهندي، وازاي نطلع الفراخ بالتوابل الهندية والبهارات الهندية التحفة اللي احنا بنشوفها في كل المسلسلات والأفلام. طبعا هي مش افتكاسة ان احنا ما نعرفش نعمل الفراخ الهندي، لا الطريقة سهلة جدا وكل مكوناتها موجودة في مطبخك، وكمان أضمنلك انك تاكلي أحلى فراخ هندي. ولو أول مرة تشوفوني دي قناتي أكلات توتة، يلا بينا نعرف طريقة تحضير الفراخ الهندي. اول حاجة هنتبل الفراخ، هنجيب كوباية من الزبادي او 5 كده معالق من الزبادي، ومعلقة كبيرة من البابريكا، وكمان معلقة كبيرة من الكاري او مثلا بهارات الفراخ، وكمان معلقة كبيرة من الكزبرة، وكمان معلقة من الفلفل الاسود، وكمان معايا حوالي 3 معالق كبار من دبس الرمان، و3 معالق كبار من الصويا صوص، وكمان معايا حوالي نص ليمونة هعصرها كويس جدا على الخلطة دي، وكمان معايا معلقة كبيرة من الملح. وهبتدي طبعا اقلب الخلطة دي. طبعا دي الخلطة الرهيبة بتاعة الفراخ الهندي، جميلة جدا. كمان انا ما كترتش من البهارات، لكن هما بيكتروا جدا من البهارات والتوابل، بس احنا كمصريين مش هنقدر ناكلها. لكن الاكل الهندي كله سبايسي كده وتقيل جدا. طبعا لو احنا عايزينها سبايسي هنضيف شوية كده من الشطة، قد معلقة او معلقتين حسب الرغبة، لكن انا هنا ما ضفتهاش علشان الاطفال. هبتدي اقلب الفراخ كويس جدا، وابتدي كده ادخل كل الخلطة في كل جزء من الفراخ. طبعا لازم اسيب الفراخ تتنقع كويس جدا في الخلطة دي، مش اقل من 3 ساعات. هنا هجيب الرول ستريتش، وهبتدي كده اغطي زي ما انتوا شايفين، وهسيبها حوالي 3-4 ساعات. زي ما انتوا شايفين هنا اتبلت كويس معايا، وبكده الفراخ بتاعتي جاهزة ان انا ابتدي في الطريقة بتاعة الفراخ الهندي. هنا الخطوة اللي بعد كده هجيب طبق مليان دقيق زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي اضيف الفراخ قطعة قطعة كده. هبتدي اقلبها كويس في الدقيق علشان الدقيق تيجي على كل جزء من الفرخة. طبعا يفضل يكون قطع الفراخ صغيرة علشان خاطر تستوي معايا وتتقسم تقسيمة الفراخ المشوية بالظبط. هنا بعد ما هقلب كل قطع الفراخ في الدقيق كويس جدا زي ما انتوا شايفين، طبعا هاخد القطع دي هبتدي اروح اقليها في الزيت، يعني لمدة مثلا 5 دقايق بالكتير. طبعا باقي الخلطة انا مش هرميه، انا طبعا هعمل بيه الصوص بتاع الفراخ الهندي. هنا هاخد الفراخ وهقليها زي ما انتوا شايفين 3/4 سوا، مش سوا كامل، يعني شوية على الوش ده وشوية على الوش ده، هتدينا اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين. وبكده هروح اعمل للصوص بتاع الفراخ. هجيب حوالي 3-4 معالق من الزيت، وهضيفهم على النار، وأول ما يسخنوا هنزل بمعلقة من الثوم المفروم، وكمان هضيف على الثوم المفروم حوالي 3-4 معالق بس من الدقيق. طبعا الصوص بتاعي أساسي كده، عامل زي البشاميل الخفيف، يعني زي كده ايه، زي شوربة السي فود، احنا بنضيف معلقة أو معلقتين بس من الدقيق. هو زي كده علشان خاطر أعمل الصوص بتاع الفراخ. وهقلبه قلبتين، وهجيب حوالي نص كوباية من المية وهضيفها عليهم. هبتدي اقلب، بعد كده هبتدي ابهر بقى الخلطة دي او الصوص ده. هجيب معلقة كبيرة من البابريكا، وكمان معلقة كبيرة من الكاري، ان ممكن نستبدل الكاري بتوابل الفراخ او بهارات الفراخ. وهنا طبعا معلقة كبيرة من الكركم لو احنا حابين. هبتدي اقلب كل الخلطة دي كويس جدا على النار، وهي كده جاهزة معايا. لكن كمان هضيف حوالي ربع معلقة من الملح علشان خاطر الملح ما يزيدش معايا. وهنا هجيب باقي الخلطة اللي هي فضلت من الفراخ اللي انا كنت نقعاها فيها، وهقلبها على النار. بعد كده هنزل بالفراخ. طبعا الصوص ده تحفة جميل جدا. زي ما انتوا شايفين انا هنا هبتدي اضيف الفراخ جوه الصوص.
عايزة اقول لكم طريقة فعلا تحفة جدا للفراخ الهندي. بصراحة ما كنتش متوقعة ان هي هتطلع جميلة جدا، هتشوفوا في الاخر النتيجة عاملة ازاي. انا هنا خلاص بعد ما ضفتها هسيبها تغلي على النار حوالي ربع ساعة. عايزة اقول لكم الفراخ بقت دايبة دوب، الريحة والطعم تحفة ملهمش حل. طبعا خلاص كده الفراخ بتاعتي جاهزة، هبتدي اغرف في الطبق زي ما انتوا شايفين. عايزة اقول لكم ان انا ما كنتش متوقعة ان اولادي وجوزي ياكلوا منها. انا قلت دايما بعمل الاكلات الغريبة والمختلفة شوية، محدش بياكل منها كتير، بيحبوا الاكل التقليدي. لكن بصراحة جوزي اول ما ده اعجب بيها جدا، ما كنتش يعني متوقعة منه ان هو يقول لي عليها حلوة كده، لان هي فعلا مستوية جدا، وكمان التوابل والبهارات مش غريبة، يعني هي مش افتكاسة ان احنا ما نعرفش نعمل الفراخ الهندي. وهنا بعد ما ضفت عليها كده شرايح من البصل، لان الهنود بيحبوا البصل جدا، وكمان الليمون. ممكن لو حابين تضيفوا عليها كمان الشطة او قرون من الشطة زي ما انتوا شايفين. تحفة جميلة جدا، شكلها وطعمها فعلا ملهمش حل. ما كنتش متوقعة بصراحة ان هي تطلع معايا كمان مظبوطة جدا، زي ما يكون فراخ هندي معمولة في الهند كده بالظبط. طبعا ممكن تقدمي جنبها رز ابيض، او اي مثلا نوع من انواع الرز، وكمان ممكن تتاكل بالعيش عادي جدا. لكن انا هنا كنت مجهزة رز ابيض، وابتديت اغرف كده في اناء يكون مشابه للي هم بياكلوا فيه كده الهنود. وهنا جبت دبوس من الفرخة وقلت ادوقه، طلع فعلا رهيب جدا. الخلطة دي مع الرز فعلا ملهاش حل. وعايزة اقول لكم الشطة والليمون جمال جدا، لكن انا ما ضفتهمش من جوه علشان خاطر الاطفال، فخليتهم كده في طبق جانبي. عايزه اقول لكم الفراخ فعلا دايبه دوب. اتمنى ان انتوا تجربوها وان الطريقه تكون عجبتكم،